نشوف هاي النتائج إن شاء الله. تاريخ الاختبار 27/8/2000، يعني 1447 هجري، اللي هو 15/2/2026. التخصص مش شايف أنا مليح. قدرات العلمي الدرجة الدرجة الكلية 98، الدرجة الكمي 100، درجة اللفظي 95.2. طبعا بفضل الله ثم بسبب الاستغفار حصلت على درجة عالية في اختبار القدرات. للي في السعودية يعرف عن هذا الاختبار ويعرف شخص يختبر مثلا، أنصحه يعرف الاستغفار. لطالما قلت لكم إن الاستغفار يغير حال هذه الأمة من السقوط والرسوب، وحال الطلاب وحال المعلمين وحال الجميع من الرسوب إلى النجاح إن شاء الله. نعم، وعندنا شواهد كثيرة، يعني هذا شاهد واحد من 1000 كيف بقولوها. عندنا شواهد كثيرة طلاب علم. خلينا فقط نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوي هاي في قصص هنا نسمعها ونبني الدرس عليها إن شاء الله. طيب خلينا نسمع قصة الأخ محمد من اليمن. أنا مش عمال أمشي بالترتيب في القصص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله الأستاذ شيماء، وتحية من الله عطرة جميع متابعي بلغ عن الآية محمد حجازي الاستغفار وصوت البقرة. معكم أخوكم محمد نمير. لدينا اليوم قصة الأخ محمد من اليمن، ويقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت أبلغ آية. أنا محمد من اليمن. في البداية أنا شاب كمعظم الشباب، أعاني من ذنوب الخلوات بشكل كبير، ومستمر فيها من سنين طويلة جدا. يعني كنت فترات أتوقف عن فعلها، ولكن سرعان ما أعود لها بشكل أكبر، بالإضافة لكوني شخص عصبي ومفرط في التفكير. وللمعلومية، أنا من عمر 7 سنوات تقريبا بفضل الله وحده ما تركت فرض واحد من الصلاة المفروضة، على الرغم من أن في فترة قصيرة من الفترات كنت أجمع فيها بعض الفروض بسبب السهر في الليل والنوم في النهار. استمرت السنين وأنا ما زلت مستمر في السباحة في مستنقع الذنوب، من سماع أغاني وذنوب خلوات وغيبة وغرور. أشوف نفسي أحسن من غيري بما يتعلق بالعبادات. وسبحان الله، بالرغم من كثرة ذنوبي إلا أن رب العالمين يرزقني، وذلك ليس لأنني أستحق ذلك، ولكن لأنه الله الرزاق. لحظة التغيير الفعلي كانت قبل حوالي من 2 إلى 3 أسابيع. رأيت مقاطع على التيك توك لأشخاص يتحدثون عن الاستغفار والطريقة الصحيحة لفعل ذلك، من استحضار قلب وذنب. ودخلت على التعليقات ورأيت أحدهم: الله يسعده دنيا وآخرة، كتب: تابعوا قناة محمد حجازي. لذلك يا إخوة دائما نوصيكم بالتعليقات، سواء على القناة المركزية أو على أي قناة، فما تعلم كم شخص قد يهتدي بسببك، بسبب رسالة بسيطة كتبتها. نكمل القصة. يتحدث فيها عن طريقة الاستغفار، فدخلت ورأيت قناته على اليوتيوب، ورأيت بأن طريقته في الاستغفار هي الأنسب، لما فيها من سهولة في النطق على اللسان، وبما يتعلق بعدم استحضار ذنب أو قلب. فأرى بأن هذا الشيء هو الصحيح، لأن ذنوبنا لا تعد ولا تحصى، وقد نستحضر الذنب ونستغفر له، ومع ذلك لا نلقى الفرج بسبب عدم استغفارنا لبقية ذنوبنا. لذلك يجب علينا أن نستغفر لكل شيء نقوم به في حياتنا، سواء كانت ذنوب أو حتى تقصير في الطاعات. فالحمد لله وبفضل الله بدأت الاستغفار بصيغة استغفر الله، وبأرقام كبيرة لا تقل عن 30,000 في اليوم الواحد. مع أنه في البداية
قد يكون الأمر صعب ومتعب، لكن بالاستمرار يصبح اللسان طليق لدرجة أن تتعود على الاستغفار حتى وقت الأكل وقبل النوم. وبفضل الله وحده ما زلت مستمر حتى يومنا هذا. وأيضا بدأت في قراءة سورة البقرة والعدد يتفاوت ما بين 4 لمرة واحدة. نأتي الآن للنتائج وثمار الاستغفار. أولا، توقفت بفضل الله عن ممارسة ذنوب الخلوات، وأصبحت أخاف الله بشكل مرعب جدا من الانتكاسة، فأنا أجاهد نفسي قدر الإمكان لكي لا أعود لها، وأسأل الله الثبات وقبول التوبة والاستغفار. ثانيا، أصبحت شخص هادئ بشكل كبير مقارنة بنفسي السابق. قد أتعصب لما يتعلق بأمور الدين، إنما الأمور الدنيوية فأصبحت أغض الطرف عنها ولا ألقي لها بالا. ثالثا، بالنسبة للتفكير المفرط فقد أصبحت شخصا متعلق بالله بشكل أكبر، لا أفكر بالأمور المستقبلية لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رابعا، أول العطاء المادي كان 500 ريال سعودي من حيث لا أحتسب، ولله الحمد كله من قبل ومن بعد. وبإذن الله تستمر العطايا والفتوحات حتى نلقى الله ونحن مستمرين على مجاهدة النفس والاستغفار وقراءة سورة البقرة. والحمد لله رب العالمين الذي من علينا من فضله وكرمه. وبإذن الله أكون قد بلغت الآية. أسأل الله أن يجعل لك صدقة جارية ويبارك لك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الأخ محمد نمر، جزاه الله خير. نستمر مع القصص، نشوف في تعليقات إن شاء الله. طبعا احنا في رمضان 14 رمضان، احنا سنة 2026. لحظة شوي، نزلت كنت طيب ناخذ كمان قصة إن شاء الله. سبحان الله، هذه الفاتورة اللي رسلتها لك هنا. النظام يعني النظام السعودية يعني إنه الكهرباء دائما إذا الشهر الأول ما سددت ما يقفلوها عليك، يعطوك شهر تاني، الشهر التاني ما سددت بعدين يقفلوها، يعني تتدبل، تصير شهرين يقفلوها عليك. وأنا في الشهر الأول كان معايا المبلغ حق الشهر الأول، فمشيت عند واحد عشان يسدد لي، عشان أنا ما عندي إيش اسمه بطاقة راجحي ولا بطاقة تسديد، فأنا أعطيه الفلوس هو يسدد من حسابه هو. فحاولنا النظام ما يبغى يقبل، كل ما نسوي يعني كل شيء تمام بس في شيء ما ندري شو هو، ما يبغى يقبل النظام. فخلاص قال لي النظام ما يبغى يقبل، رجع لي الفلوس وأنا قمت مشيت. والفلوس كانت معايا، يعني تعرف كيف ظروف الحياة والواحد مع عدم الشغل، لكن الحمد لله الشغل حيجي وكله حيجي بإذن الرحمن الرحيم. قام يعني الفلوس كل يوم عن يوم تنقص، كل يوم عن يوم تنقص، إلين جت الفاتورة الثانية صاروا شهرين والفلوس مرة نقصت خلاص أصلا. حتى الشهر اللي كان شهر واحد صار ما أقدر أسدد أصلا، نقصت. فسبحان الله، استغفر استغفر استغفر، كل ما يبغى يجيني الشيطان أقول لا، إن معي ربي سيهدين. أدعي يا الله يا رب سدد لي بطريقتك أنت يا أرحم الراحمين يا رب. اليوم سبحان الله نفس الشخص، الحين يمكن باقي كم يوم يقفلوها خلاص نهائيا، يصير ما عندنا كهرباء في البيت، ويصير ما في فلوس أصلا تسددها، مو أول على الأقل في حق شهر يصير ما في فلوس، لأنه الفلوس اللي كانت معايا بدأت تنقص. فسبحان الله نفس الشخص هذاك اللي حاولنا
جاء قال لي سددت الفاتورة؟ قلت له لا والله. ليش؟ قلت له الفلوس نقصت. على طول خش من جواله، حاول سددها كاملة. ايش في؟ قال لي لا، واحد فاعل خير اعطاني فلوس، قال لي شوف مين يستحقها، وجيت انت على طول شفتك قلت انت اللي تستحقها، وافتكرت الفاتورة حقتك اللي اول ما رضت تتسدد، خلاص هذه هي الفلوس سددناها. شوف سبحان الله. والله حتى لين دحين يعني لسه في رجفة عندي، يعني في حس جسمي كله ياكلني، يعني أقول سبحان الله. بس اللهم لك الحمد. وقد رأيت رؤيا للعم حجازي قبل شهر. رأيت أن شخصا يقول بصوت عال: اتبعوا مهدي الأمة، اتبعوا مهدي الأمة. فسألته: ومن هو؟ قال: محمد حجازي، فإنه يهديكم للطريق الصحيح، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن أعجب ثمرات الاستغفار التي كان سبب استغفاري لها وهي قضاء الدين والحصول على وظيفة. لحظة، هذه مش هذه القصة اللي احنا بنسمعها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. إخوتي الكرام، قصة هذا الأخ السعودي الذي كان مع الكهرباء، هذه حياتنا كانت في الماضي قبل الاستغفار. والله الدفعات لا تنتهي، لا تنتهي، وأنا مش عارف شو الحال. أنا كنت أصلي وأصوم، والتسبيح مش خاتم التسبيح كل اللي يعني كما يفعل الآخرون، يعني 100 100 100 هكذا، المسبحة بتدور سبحان الله الحمد لله، الباقيات الصالحات هكذا، قيام ليل، قراءة قرآن، صيام اثنين وخميس، جلوس بين الفجر والشروق. طبعا مش كلهن مع بعض، يعني في بعض الأحيان نأخذ جلوس بين الفجر والشروق، في مدة أخرى يعني نبدأ نختم على سبيل المثال لما هيك بتسكر الأمور. في بعض الأحيان يعني نصوم اثنين وخميس، يعني هكذا حتى يغير الله الحال، لكنه لا يتغير، ما تغير ولا شيء، وكأنك أنت في حيرة من أمريكا. هذا حالنا، اركض، الكهرباء بدها منك، البلدية بدها منك، سمي ما تشاء، دفعات لا تنتهي، الغلاء، حياة ضنك. ونحن لا نعد من الذين من الفقراء الحمد لله رب العالمين، تجارة بعشرات آلاف الدولارات، ولكن يا دوب ندفع للتجار فلوسهم. نعم، يعني سبحان الله، يذكرني في الحال الذي كنا نعيشه قبل الاستغفار، لكن كانت الذنوب مستمرة. أصلا تجارتي بنيت على الربا. نزلت هيك مقطع قصير حالي مع الربا من يوم ما أخذت الربا وأنا في ضنك في حياتي. يعني سبحان الله، بدأت في تجارتي في قرض ربوي، أظن إنه كان $1000، يعني أعطوني $1000 شريت فيها ملابس، ثم بعدين صارت بتعرف هيك تكبر التجارة، أظن إنها بتكبر التجارة وهي تكبر الديون، وأروح على البنك ويكبروا لي القرض أكبر وأكبر وأكبر، إلى أن وصلت إلى $30,000 قروض من البنك. لا مش هيك، توقف الأمر إنه كان تقريبا شيكات مكتوب $200,000. نعم، يعني بتطلع على المحل شو فيه بضاعة، ما فيهش $80,000. وين راحوا تقريبا $230,000؟ ونحن نجر، بدنا ندفع للتاجر، ندفع للكهرباء، وندفع غرقانين في هذه الديون. والصلاة، المسجد كان قريب علي، يعني أقل القليل، يعني هذا أنا بحكي قبل 2015، أقل القليل كنت أصلي 3 صلوات في المسجد. كان المسجد يعني جدا قريب، أنا صاحب محل متجر،
وكنت ملتزم بنعد ملتزم، لكن كان عندي قروض، كان عندي ذنوب بيني وبين الله. فكرت التجارة شطارة، كثر وكبر وانشر شو بقولوا لها هاي، إعلانات على إنه في عندك تخفيضات، وما خلينا شيء، واللي بيشتري بكذا باخذ هدية كذا، وكله بالآخر يعني والله يوم ما يعني كان في عيد برمضان، يعني بتعرف رمضان بتعرفش وين العيد، يعني الناس المحل ممتلئ عن بكرة أبي، وكان وجهي مسود. ليه؟ أنا عارف شو في علي دفعات بعد العيد، والفلوس اللي عملته في العيد لا يكفي. ربك حميد. المهم اجت ليلي يعني عن ليلتين، لانه كبروا، تعرف يعني انا كنت متوقع انه يكون كمان يوم من ايام رمضان، كبروا انتهى رمضان، لكن بهاي الليلة عملت عن ليلتين. طبعا انا ملتزم، لكن ما كانش الاستغفار بعده في حياتي، ولا التوبة النصوح ما كانت بعدها بحياتي. الشاهد هنا يعني حياة هكذا، اركض وسلم التجار، اركض فوت على ضغط الدفعات لا تنتهي عشان تسلم التجار، وبالآخر انت سويد وجي مقصر مع التجار، مقصر، حالتك تعبانة. طيب ليه؟ إنها الذنوب، والله يا جماعة إنها الذنوب. يعني كل هذا الجر الذي كنت أجره مش فاهم على ربي ولا شيء، إلى أن جاء السحر الذي تكلمت عنه وكسر ظهري. عرفت أنت يا أبو أحمد، انتهى موضوعك، انتهى، لا ينفعك ولا شيء إلا التوبة النصوحة. فوالله قلت أنا ما بعرفش عن الاستغفار شيء، ما كنت أعرف الاستغفار. بال2015 قلت خلص لازم أشمر بالصلاة في وقتها، خلاص، واترك الذنوب. في ذنب كنت مقترفه، الربا ما كنتش أعده ذنب صراحة، والحرب فيه وذنوب بيننا وبين الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة شوي نظبط فسبحان الله، عندما يعني بال2015 بدأت أترك الذنوب. طبعا صابني، ما حد علمني صراحة، يعني كان هو درس عند الأخ الشيخ عبد الرحمن اللحياني، يعني شاب كان يستغفر 30,000 مرة وما سأل الله بشيء إلا أعطاه. فأنا كنت بدي الجواب، استجابة الدعاء للسحر مش للدين، والصلاة في وقتها وطاعات وعبادات كله، يعني 30,000 استغفار. بعدين يعني أخذت 30,000 استغفار، فنزل المطر سبحان الله بعد لزوم الاستغفار لا أدري أسبوعين. لكن كانت هذه الحيرة والخوف من المستقبل، لكن والله كان في ربط على القلب، وكأنه الأمور هدأت. ما أنا مسيطر، يعني مش مسيطر، يعني الديون أجرها لسنين. فأول ما كان هو الربط على القلب، يعني وكأنه هذه الضغط نزل على الأكتاف، لأني تركت ذنوبي، وبعدين سمعت عن الاستغفار فلزمت الاستغفار مع الصلاة في وقتها، مع الصدقات، مع هذه البدايات. أنا بحكي على البدايات في 2015، كنت بعدني ما بعطيش دروس، لكن ساق الله لي الاستغفار، وبدأت بالاستغفار، وبدأت بعدين بعدي ربما أسبوعين 3 مطر، وبعدين جاء لا أدري صراحة، نعم، $4,000 من حيث لا أحتسب طبعا، كانت في رمضان. وبعدها جاء أبطل السحر، وهكذا. فخلاصة الأمر يعني نعيش في ضنك من الحياة بما كسبت أيدينا. لا يعني الله سلط علينا المعلم في الشغل، وسلط علينا الكهرباء، وسلط علينا البلدية، وسلط علينا الحاكم، وسلط علينا الأولاد، وسلط علينا الزوجات، سلطنا نحن على الزوجات، سلطنا على بعض بذنوبنا. نعم، تفقدوا إخوتي الكرام، مش محوجي إني أنا عشان أسلي حالي
في الغيبة والنميمة وأجاري هذا وذاك، إنه يعني باخذ بعضي معه، إني أنا يعني أعيش في هذا الهم وهذا التيه وعدم الثقة في الله ولا في دين الله، وأبقى دائما ذليل. فسبحان الله منذ أن لزمت الاستغفار والأمور تتغير. لكن سبحان الله البصيرة جاءت بسبب سورة البقرة. بصيرتي بما فتح الله علي جاءت بسبب سورة البقرة. حسن التوكل على الله يأتي، يعني مش كل واحد قال يلا بنتوكل على الله فالله حسبه. أعوذ بالله، إذا الله هو اللي بيعاقبك وهو اللي مانعك، فكيف تتوكل على الله وهو مانعك؟ طبعا نتوكل على الله، المفهوم إنه يعني الله اللي عمال يعاقبني وأنا أظن إنه هيك القدر. لا، أنت معاقب تحت بسبب ذنوبك، فكيف بدك تتوكل على الله وأنت عليك أن تترك الذنوب عشان تتوكل على الله وتقبل على الله وتأخذ بالأسباب حتى يعني يكون التوكل صحيح. عشان ما بينفع قال يعني الكلام يطول، خلينا نفوت على قصص. عشان أتوكل على الله لازم أكون أنا أول إشي مش غرقان في ذنوبي، مش غرقان في الإباحيات والربا والغيبة والنميمة وقطيعة الأرحام. لا، عشان أنا أتوكل على الله لازم أخذ بالأسباب، التوبة والرجوع وترك الذنوب والامتثال لأوامر الله والنواهي الله، وإن شاء الله الله سيفتح علي كيف أحسن التوكل عندما يأتيني الرزق من كل مكان وتبدأ الأمور ترفع عني العقوبات اللي أني يعني أجد نفسي أني معاقب فيها، يعني عقوبات كثيرة، أسحار، هموم، ديون، تسلط معلم بالشغل، تسلط، سمي ما تشاء. عندما تبدأ ترفع عني وأنا أسير إلى الله وصلاتي في وقتها وهكذا، سأشعر أني أنا عن جد أنا متوكل على الله والله حسبي. نسمع كمان قصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله رسالة شيماء وتحية من الله عطرة لجميع متابعي بلغوا عني الوعي. محمد حجاز، استغفار سورة البقرة. معكم أخوكم محمد نمير. عندنا اليوم قصة أخ مستغفر من العراق، ويقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي محمد، كيف حالك؟ عساك طيب. حاب أحكي لك قصتي عن الاستغفار لعلها تعين وتشجع البعض. ما بعرف أسرد لكن بحاول طبعا أنا شاب في مقبل العمر، وكنت أعلم فضل الاستغفار وأسمع عنه، ولكني كنت لا ألتزم. أستغفر مدة وأقطع مدة، وكنت لازم أستغفر بصوت، وكانت فيها شوية مشقة. وكانت تجيني فيديوهات للعم محمد حجازي جزاه الله خير يقول استغفروا بدون صوت وبسرعة. كنت أقول في نفسي هذه بدعة، لازم الواحد يستغفر بصوت وبتمعن، ولازم تكون مخارج الحروف واضحة. وده السبب اللي ما خلاني أوصل في الاستغفار. أستغفر وأقطع لأنها فيها مشقة، وكنت أشوف الاستغفار اللي يقوله الأستاذ محمد حجازي بدعة. وكنت على ذي الحال سنة أستغفر وأقطع وهكذا، إلى أن صارت بعد فترة تكثر لي مقاطع العم محمد حجازي، وكنت لا أشغل بالي بها وما أسمع لها، وأشوف اللي سووه بدعة. لما قلت يا أخي ليش ما أنا أجرب، ما بخسر شيء. وسبحان الله من أول يوم وصلت لأعداد كبيرة ولله الحمد. وكنت أقرأ مع الاستغفار سورة البقرة، ولا حكيك عن انشراح الصدر والطمأنينة واستجابة الدعوات. أول يوم بعد ما انتهيت من وردي كنت صاحي في آخر الليل، قلت لي ما أصلي لركعتين وادعي فيها. وصليت في السجود قلت يا ربي أرشدني وعلمني في الاستغفار، وأنا أعلم أنه في الاستغفار مرضاتك وخيري الدنيا والآخرة. وإن كنت على الطريق الصحيح فأمر السماء أن تمطر. بعد ما صليت نمت. سبحان الله، صحيت اليوم الثاني على صوت المطر، وكانت مطرة قوية، اللهم لك الحمد. وهذه أول مرة. وبعد يومين تقريبا كان لسه فيني شوية شك. صليت في آخر الليل ودعيت نفس الدعوة، والله ثم والله إنها أمطرت اليوم الثاني. وهنا أدركت أني على الطريق الصحيح. هل تعلم يا أخي إني جلست على هذا الحال أسبوعين تقريبا؟
الاستغفار طوال اليوم بأعداد كبيرة مع سورة البقرة. هل تعلم أن السماء في هذه الأسبوعين تقريبا أمطرت زي 10 مرات؟ اللهم لك الحمد والشكر. وكنت ملازم لذنوب خلوات زي 5 إلى 6 سنوات، وعانيت كثير منها وما قدرت أتركها في خلال هذه السنوات. هل تعلم أني في أسبوعين بس بعد ملازمة الاستغفار سورة البقرة أقلعت عنها تماما وصرت والله أكرهها. اللهم لك الحمد، ادعو لي بالثبات. وعندي أيضا موقف عن سرعة إجابة الدعوات. قد ظلمني أحد وأخذ مني غرض مهم جدا ليس لحاجة إنما حسد ومضر، وأنا أعلم من هذا الشخص، دعوت عليه. هل تعلم خلال يوم أو يومين ربي أخذ منه شيء غالي عليه يعادل ضعف الغرض اللي أخذه مني 10 أضعاف. الخلاصة خلال أسبوعين فقط انشراح صدر، طمأنينة، سرعة استجابة الدعوات، والسماء أمطرت 10 مرات، وتيسير عجيب. والله انتقم لي من الشخص اللي ظلمني. حتى الناس اللي حولي اتغيروا، صاروا يسألوا عني، يحترموني ويقدروني. أنصح كل من يقرأ كلامي أن يلتزم بالاستغفار. بعد فترة الاستغفار سييسر عبادات أخرى مثل قراءة سورة البقرة، قيام الليل، وغيرها من العبادات. والله ثم والله ستنال بالاستغفار خيري الدنيا والآخرة، وستنال به رضا الله، وهذا المطلوب. إذا رضي الله عنك أرضاك. هذا والله ولي المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عبر في هذه القصة مهمة جدا. الله انتقم له واستجاب له دعوة مظلوم لما تاب إلى الله هذا الذي ظلمه. إيش حال أمة هناك تظلمها؟ لماذا يأذن الله باستمرار أن تظلمها وما في حل؟ طبعا الحل هو في الاستغفار وترك الذنوب. يعني لما منتوب من ذنوبنا ونلزم الاستغفار، هذا مأخذ الكبير على المشايخ صراحة. مأخذ الكبير على المشايخ ضيعوا العمر إنه يقول لك استحضر ذنب استحضر قلب، وثبت ولم يثبت. ولا أدري إذا هن صناعة الغرب ولا صناعة مين، حتى لو كانوا يعني تظنهم على خير، لكنه الذي زرع فيهم هذا الكلام الله أعلم هو المزروع أصلا. ما طبقوا الأحاديث حتى يروا كيف إنه الأمور تتغير. طيب اللي فيه سلامة صدر واللي فيه حب للدنيا من المشايخ، بحكي صراحة يعني، فليأخذ الاستغفار عشان يتغير. ولما هو بيتغير ويجد ما وجد هذا الرجل وما وجدنا نحن كلنا بالتغيير الحقيقي الملموس الذي زرع فينا الثقة في الله وفي دين الله، ولما بتغير سيعرف كيف يتكلم على المنبر تبعه. سيبدأ يؤثر في المصلين، سيقول لهم والله كان عندي مشكلة وسمعت. بينفع تقول سمعت درس، بينفع تكون ما فيش كبر في قلبك وتقول سمعنا فلان لفلاني، حتى محمد حجازي أو أي واحد من الذين تكلموا عن الاستغفار بارك الله فيهن. والحكمة ضالة المؤمن، ولازم الاستغفار. ولا تنسب الأمر لنفسك. إذا بدك تنسب الأمر لنفسك أنك أنت المخترع ستفشل، لأنه الله بده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله بده إيانا نكون أمة واحدة، نحب بعضنا البعض. فإذا كان عندك خير أنا أخذه وأقول هذا الخير جئت من عند الشيخ الفلاني. أنا ما وريت ولا غطيت إنه الدرس كان أصلا عند الشيخ عبد الرحمن اللحياني، لكنه مش صاحب القصة، هو قص القصة الشيخ عبد الرحمن اللحياني. يعني الذي لازم الاستغفار هو شخص واجه يعني في حلقة في درس من دروس الشيخ عبد الرحمن اللحياني، قال له يا شيخ جميل انك تكلمت عن الاستغفار، مليح انك تكلمت عن الاستغفار، فأنا والله استغفر الله قرابة 30,000 وما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه. وهذا يوافق قول الخباز مع الإمام أحمد، ما سألت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا واحدة. وهذا ماذا وجدنا نحن، والحمد لله رب العالمين. مستغفرين نجدوا، والفتوحات مستمرة والتغيير مستمر، علما إن تقلبنا في أسئلة نسأل المشايخ كثير ولكن ما في جواب. أمة في ذيل الأمم
ننتظر كلهم وهم ينتظروا المهدي. هم بيفكروا إنه المشايخ على فطني بيفكروا إنه إحنا بألف خير، ولكن ننتظر إنه الله يغير لنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سنطحن طحن ويطحن المشايخ طحن حتى يلزموا الاستغفار ويعرفوا أنه الاستغفار هو مفتاح العز والتمكين والقوة والمال والثقة في الله وفي دين الله. فإن شاء الله أنه يأخذوا به. ليش أنا بتكلم عن المشايخ؟ لأنه أصحاب منابر يؤثر لهم تأثير، لأن هني اللي بقول لك ثبت ولم يثبت، ويقول لك استحضر ذنب استحضر قلب. ليش هو بيستحضر ذنب قلبه لما بيقرأ القرآن، لما بيقيم في الصلاة؟ من أين هذا الكلام؟ هو يعني وجد نفسه يستحضر ذنب. يعني ممكن أنا الآن إسا تخاصمت أنا وأمي على سبيل المثال، أنا أخوكم محمد على سبيل المثال تخاصمت أنا وأمي ذنب، هذا الذنب ممكن إني أستحضره، لكن أنا إنسان جاي خرباني حياتي مدمرة حياتي، يعني لي 20 سنة بالذنوب أنا لا أدري، وأنا كنت أصلي وأصوم وحج وكذا، الآن بدك إياني أجيب ذنب؟ هذا الكلام هذا كلام جهال. لكن التائب لا نساوي أنفسنا بالقدامى، لا نساوي أنفسنا قبل ما يصنع هذا الموبايل. هذا الموبايل جاء بكل الكوارث، أفلام ساقطة، صار عندك حب إنك تشوف سيارات، تشوف أمور جديدة ما كنت تشوفها. هذول اللي بأفريقيا اللي كانوا يقصوا الشفايف ويحطوا صحن هنا صحن هكذا، هذول اللي بأفريقيا كانوا يفكروا إني أجمل الناس، ولكن لما شافوا الناس على التلفاز وجدوا أنفسهم شو عملنا بحالنا. مفهوم؟ فالتلفاز كشف أشياء كثير، وهذا التلفاز بكفي كل الذنوب التي فيه. صرت بدك تقارن نفسك، بدي سيارة جديدة كفلان فأخذ قرض ربوي، مش مهم بدي أكون متعرية ومتكشفة مثل المشاهير الفلانية وهكذا، وبدأت تقارن نفسك بالأغنياء وتبدل وتزين بنفسك البنات والعري والتكشف والغيبة والنميمة. القدامى ما كان عندهم هذا الموبايل، ما كانت عندهم ذنوب كما عندنا. يمكن كانوا القوم يقترفوا ذنب، مثلا غشاشين، كما قال الله جل جلاله في كتابه، أقوام كانت والعياذ بالله لواط، أقوام كانت عندهم غش في الميزان، هكذا. يعني في عندهم مش كل الذنوب اجتمعت في زماننا. ماذا نستحضر؟ فبكفي تضليل، وأنا أقول هذا التضليل حتى ممنهج. فالله يبارك فيكم ويرضى عليكم، وخلينا نتوب ونلزم الاستغفار ونرى ما يغير الاستغفار فينا حتى نبين للناس. وهكذا بيكون الشيخ قرأ في الكتب ثم طبق ما وجد من أحاديث رسول الله عشان ينصر الله وينصر رسول الله بالأحاديث التي الناس والقرآنيون رموها، قالوا لك إحنا لسنا بحاجة لهذه الحديث، يكفينا القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونحن نحيي سنة رسول الله، ونحيي كلام وأحاديث رسول الله التي هجرها الناس ولا يأبه بها. ليش؟ لأنه ما كانش الناس تطبق، فكان ظنوا إنه يعني هي المصلين بيصلوا لكن حالهم تعبان، بفكروا المصلين بيعملوا أكثر من الغير مصلين، إلا إنهم يركعوا سجودا وركوع كالذي راي على الجيم. فاللي بيروح على الجيم بيساوي تمارين خصوصية، مفهوم، عشان ينمي العضلات. وهكذا المصلي بيروح بيساوي تمارين خصوصية وبفكر حاله مصلي، ولكن هذه كله صلاة، حركات الصلاة لا صلاة ولا عبالها. نعم يا رسول الله، أنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. حديث المفلس، صلى وصام وحج وزكى وهذا رمضان تلو رمضان يحرقه حرقا، وعامل حاله جوعان وعمال يقرأ ويختم الختمات، ما فيش بآخر رمضان ولا شيء، ذل وهوان، ويظن إنه على خير لأنه لا ينتهي عن الذنوب ومستمر وما طبق أحاديث رسول الله. قال اقرأوا البقرة فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطل، لا يقرأها ظن إنه يحفظها، والذي لما لزم الاستغفار ظنوا إنه يرددها 100 مرة، وهكذا. فعندما يعيش الشيخ حقيقة الحديث بيعرف يقدمه للناس، بيعرف يربط الناس في دينها، وهذا هو الثبات على الدين. لازم يكون عندنا آيات حسية ملموسة نلمسها في ديننا، لكن كل كلام بكلام. موعدنا الجنة،
والله أعلم بحديث المفلس نحن في النار، وحديث إذا خلا في محارم الله انتهكها فنحن كذلك في النار. والذي يعني نسب فضل الأعمال لنفسه حبطت أعماله، فإذا حبط أعماله فهو في النار، وكلنا في النار والعياذ بالله، ونظن إننا من أهل الجنة. ننتظر المهدي. لا في مهدي، يعني ما فيش مهدي، لن يأتي على أمي غرقان في ذنوبها والإباحيات، لكن على المستغفرين إن شاء الله سيأتي مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التائبين إلى الله المراقبين الخائفين هم المستغفرون فقط. الزموا الاستغفار وتوبوا إلى الله وامتثلوا أوامر الله وانتهوا عن النواهي، وشوفوا العز والكرامة والغنى والتمكين سيعطيكم إياه.